النهارده في ماتش الزمالك والمصري يا راجل. ضربة جزاء الزمالك يشوطها زيزو تخبط في سقف العارضه وتدخل بكامل استدارتها في قلب المرمى. لكن التحكيم العار قال لك الكوره ما دخلتش هدف، ازاي مش عارف. ما تعيطش، مش عايزك كده، ها؟ اجمد. زي ما انتم شايفين كلها في قلب المرمى، هدف مليار في المية. احنا ننسحب من الدوري العرض ده. اقسم بالله منظومه الكوره عارفه انها تنتمي للنادي الواحد بس وعايزاه يكسب كل البطولات. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. اقنعني ان انا اعتبر الراجل ده ان هو غلط، لكن هو مش راجل ظالم. يعني انا معاك، اديني اي سبب يخليني اصدق ان الراجل ده مش ظالم. اديني. نعم اديني. ما هو حاجه من الاتنين، يا اما راجل ظالم يا اما راجل فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. بصراحه مش عارف الفيفا المفروض ان هي تعمل لنا ايه علشان خاطر الكره المصريه دي تتصلح. الكوره بقى عدت ولا ما عدتش؟ احنا لازم نتعب نفسنا، احنا كزمالك لازم نصعب على نفسنا الماتش، ولازم نصعب على نفسنا الكوره وما نلعبش السالك. If I take this micro, I said, look, in your opinion, was the penalty was goal or not? والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. Not my job. في منتصف الجبهة. إذن الزمالك يخسر من المصري البورسعيدي ويقدم العيدية لجماهيره بنتيجة 2-1. من عادة نادي الزمالك دايما في الأعياد العكننة التامة على الجماهير. دايما متعوده دايما. الزمالك في العيد ما بيكسبش أبدا، أيا كان الماتش سهل اللي صعب، بيلعب مع فريق كبير صغير لازم يخسر. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ ليه؟ حصلت في هذه المباراة أبرزها اعتراض عبد الله السعيد على التبديل، ضياع ركلة الجزاء من أحمد سيد زيزو. لعيبة نادي الزمالك بقت بتلعب على ركلات الجزاء حرفيا. قول يا ستموني قول. وعلى السقوط المتكرر لدرجة إن خالد جوميز نفسه زهق وخرج زيزو وخرج عبد الله السعيد ونزل اللعيبة ما بتلعبش بقالها 9000 سنة زي أوباما وسيد نيمار. طبعا اللي خرجوا مش عاجبهم. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ زيزو ضاع ضربة الجزاء وقام جاي خارج. هو انت بتلعب في الحارة يابا؟ وانت بتلعب مع اصحابك؟ هو حد مثلا خلاك؟ هو مين اللي ضيع؟ ما انت اللي ضيعت. يا لهوي. محدش قال لك ضيعها، فانت تسيب الملعب وتقوم جاي سايب وتسيب النادي غرقان وتقوم جاي. لازم يبقى فيه وقفة. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ واخد بالك؟ ماشي، ضربة الجزاء جول، ضربة الجزاء جول. الحكم اخطأ، احنا ملناش فيه، بس انت تسيب الملعب وتزهق. والله بفكر في الانتحار، والله العظيم 3 يا جماعه. وتسيب لعيبتك لايصه وخسران 2-0. لا ده مش كلام، واخد بالك؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة.